مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية، نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. مرحبا رمضان يا هلال البشر، يا هلال الصوم والتقى والخير، مرحبا رمضان. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 11 من مايو 2020 الموافق 18 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 للهجرة، النشرة الإخبارية. ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم، مع فقرة بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. الصحفي الإريتري الأستاذ عامر آدم: أكثر من 40 حالة إصابة في صفوف الإريتريين بإيطاليا، والنظام الإريتري غير مكترث برعاية. الأستاذ محمد علي حامد أبو زينب: نريد أن تكون إريتريا سنغافورة إفريقيا، وهي جديرة بذلك بما تمتلكه من مقومات. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. في حوار مع وكالة زاجل الإريترية للأنبازين، تحدث الصحفي الإريتري المقيم في إيطاليا الأستاذ عامر آدم عن الوضع الكارثي في إيطاليا، موضحا أن الوباء تمكن من الانتشار لتجاهل المواطنين الإيطاليين لخطورته ولعدم بذل الجهود الرسمية والأهلية لمكافحته إلا بعد استفحاله إلى درجة عجزت المستشفيات من استقبال الحالات المصابة. وأضاف الناشط الحقوقي والصحفي الإريتري الأستاذ عامر آدم في الحوار الذي أجراه الأستاذ باسم القروي إن عدد الإريتريين في إيطاليا حوالي 15,000 إريتري، عدد كبير يتواجدون في ميلانو وروما. الأوضاع الصحية ليست لدي معلومات دقيقة، لكن هنا في العاصمة روما طبعا كما هو معلوم إن معظم الإريتريين اللاجئين هنا في روما يقيمون في مبان مهجورة تم احتلالها من قبل بعض الجمعيات الحقوقية الإيطالية التي تتضامن مع اللاجئين، ومعظم هذه المباني المهجورة يسكنها طلاب لجوء أو من لا يستطيع استئجار بيت، وخاصة إن الإشكالية تكمن في المدن الكبرى باعتبارها مناطق تتوفر بها وسائل العمل، حيث يتوافد إليها المهاجرون واللاجئون، مما يجعلهم غير قادرين على إيجاد سكن، وذلك لارتفاع أسعار الإيجار. في 6 من أبريل الماضي تم اكتشاف حالتي إصابة في العاصمة روما، أحدهما كانت لإريتري يقيم في أحد هذه المباني، مما دفع السلطات في مدينة روما إلى وضع المبنى تحت دائرة المنطقة الحمراء وحجز كل من فيه، حيث عدد المقيمين في هذا المبنى يفوق 600 شخص من أسر ونساء وأطفال وشباب، كلهم من شرق إفريقيا، إريتريا، السودان، إثيوبيا، الصومال، يعيشون تحت ظروف غير صحية. وبعد فحص كل المتواجدين داخل المبنى تم اكتشاف عدد أكثر من 40 شخص مصاب بالعدوى، كان أغلبيتهم من الإريتريين، وتم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي، وهم حتى هذا اليوم يتلقون الرعاية الصحية. وأضاف الأستاذ عامر آدم أن عددا كبيرا من الإريتريين يحملون الجنسية الإيطالية، وأن أعدادا كبيرة إثيوبيون كانوا يدعون أنهم من إريتريا، وأن أعدادا أخرى
نزحت من إيطاليا إلى دول أوروبية، اتجهت إلى دول الشمال وإلى المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2018 قدرت وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد الإريتريين الذين تقدموا بطلب اللجوء إليها يصل إلى 60,000، ولهذا يظل العدد متحركا حسب الظروف التي تحكمه. أما عدد 15,000 إريتري مقيم الآن في إيطاليا، فرقم أخذناه ضمن استنطاق الإريتريين أنفسهم المقيمين في مدن مختلفة، فهو الإحصاء المعتمد الآن. وأضاف الأستاذ عامر آدم أن الحكومة الإريترية لم تبذل أي مساع لنقل رعاياها، وخاصة طاقم السفارة كلهم متواجدون هنا. الأمر الآخر أن الحكومة الإيطالية قامت بقفل كل المنافذ الجوية، المطارات كانت تستقبل فقط رعاياها، ووضعت رحلات خاصة للدول التي قامت بأخذ رعاياها من إيطاليا، والحكومة الإريترية لم تتحرك وتبذل أي نشاط يذكر لسلامة الإريتريين في إيطاليا. هناك تطور وتنامي في العلاقات الإيطالية الإريترية، وخاصة في الجانب الاقتصادي والثقافي، وذلك لأن إيطاليا كانت دولة مستعمرة وهي الأقرب إلى فهم الوضع داخل إريتريا، وأيضا من أجل الحد من مسألة هجرة الشباب من إريتريا التي جعلت إريتريا أحد الدول المصدرة للمهاجرين. وهذا طبعا جعل النظام في إريتريا لفتح أبوابه للجانب الإيطالي من أجل الخروج من العزلة الدولية التي هو فيها ومشكلة هروب الشباب، وذلك لأسباب أنه ليس هناك عامل يساعد هؤلاء الشباب في بناء حياتهم. هناك وفود من شركات صناعية وسياحية وثقافية قامت بعقد اتفاقيات كما شهدنا خلال العام الماضي، زيارة رئيس الوزراء الإيطالي لإريتريا التي كانت من أجل تفعيل برامج تنموية، لأن الإشكالية في إريتريا هي أن هناك مخاوف أوروبية من ما بعد سقوط النظام، وأن ليس هناك بديل له في الوقت الحالي، والاضطرابات السياسية في القرن الإفريقي محل مخاوف حقيقية، لأنها تعتبر أحد الدول الفقيرة في العالم، مما سيكون هناك عواقب جسيمة. والنظام الإريتري الآن يدعو الجاليات الإريترية في العالم للتبرع ماليا فقط لمكافحة وباء الكورونا في إريتريا، دون الاهتمام بتحسين البيئة والمرافق الصحية، ودون أن يفتح المجال أمام المنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية لمساعدة المواطنين الإريتريين بالداخل. وتكمن المشكلة في أن النظام في إريتريا عزل نفسه عن العالم لأسباب كان يعتقد فيها إن الأمور ستكون على ما يرام، إلا أن هذه العواقب وقعت على عاتق المواطن. والشيء الثاني هو أنه يريد إخفاء كل جرائمه، وخاصة لأن أغلب هذه المنظمات هي منظمات إنسانية وحقوقية، وهو ما يجعل النظام الحاكم في إريتريا في موقف حرج. أما إجبار النظام المواطنين على التبرع في الخارج فما هو إلا دليل إن البلاد أصبحت مفلسة، وهذا طبعا يدل على فشل النظام في إيجاد منظومة اقتصادية قوية، وخاصة أن إريتريا ليست بدولة لديها موارد اقتصادية. الشيء الجميل في إيطاليا أن اللاجئين الإريتريين قاموا بفتح حساب بنكي من أجل جمع تبرعات مالية، وذلك للتبرع بتلك الأموال لمركز البحوث العلمية هنا في إيطاليا. وأضاف الناشط الحقوقي والصحفي الإريتري الأستاذ عامر آدم في حواره مع وكالة الزاجلة الإريترية للأنبازينا أن كل البرامج التنموية في إريتريا التي تأتي من الداعمين هي من أجل وقف هجرة الشباب، من ضمنها أيضا الاتفاقيات مع أديس أبابا من أجل تشديد إجراءات اللجوء للإريتريين، والتي كانت تعطي لأي إريتري من غير أي أعراقيل، إلا أنه في الآونة الأخيرة قامت إثيوبيا برفض طلبات اللجوء أو الحماية لكل الإريتريين القُصّر أو الأمهات تحت حجة أنه ليس لديهم أي مشاكل أو أسباب داخل إريتريا، وهذا دليل على أن هناك اتفاقيات سرية مع كل من إثيوبيا وإريتريا ودعم أوروبي، لكنها لم تعلن، لأن هناك في أوروبا المؤسسات الحقوقية تعتبره انتهاك لحقوق الإنسان، فيخشى منها الساسة ويلجؤون إلى السرية عنها. كتب الأستاذ محمد علي حامد أبو زينة من ميلبورن الأسترالية تحت عنوان أعدوا العدة للوطن قائلا: الكل مشغول ومنهمك بحال الوطن الجريح إريتريا، وهو يعاني أشد المعاناة مما أصابه من
النكبات والمواساة البليغة منذ أن أراد أن يعيش بسلام وأمان مثل كل دولة تحلم بالاستقرار والرخاء والازدهار، لكن للأسف تكالبت عليه قوى الشر من كل حدب وصوب، فعانى من صنوف شتى من المستعمر الذي استباح خيراته فأكل الأخضر واليابس، لكن عزيمة رجاله لم تلين أو تنكسر، فوقف مقاوما لكل هذه الرياح الهوجاء العاتية بكل قوة وصبر. بدأت مرحلة الكفاح للشعب منذ زمن بعيد، فكانت نضالات الرابطة الإسلامية وروابط الطلاب المختلفة والتي عملت في عكس قضايا الوطن في كل المحافل الدولية، ثم انطلقت حركة الكفاح المسلح مع بداية الستينيات، وبدأت العمل المسلح بكل أنواعه وأشكاله، وأظهرت قمة الفدائية والتضحية شهد لها العدو قبل الصديق وسجلها التاريخ بأحرف من نور. كيف لا وهم يقاومون أقوى إمبراطورية في زمانها ويقفون سدا منيعا للآلة الحربية المتينة وقوة أنواع الأسلحة المتعددة. كل هذه النضالات والتضحيات الجسام حافظت على كيان دولتنا العريقة بحدودها المعروفة وطوائفها وثقافاتها وأعراقها المختلفة والتي شكلت مجتمعنا السكاني. وبعد الاستقلال لتراب الوطن تسلط على الوطن فئة أقصت أطراف أخرى كثيرة وانفردت بالسلطة، وفي سبيل ذلك فعلت ما لم يفعله المستعمر من قتل وسجن وتعذيب واعتقال تعسفي وتصفية جسدية ونفسية وتشريد واستبداد لم نعرف مثله من قبل، واستباح للأعراض والممتلكات بغير وجهة حق. أضاف موقعنا الإريتري المستقل إن الأستاذ محمد علي حامد أبو زينة أضاف قائلا: نحن الآن أمام حقبة جديدة نرجو أن تشهد فترة مختلفة تماما عن سابقتها ويتحرر فيها الإنسان كما تحرر كامل تراب الوطن، ونطمح في دولة يسودها القانون وتتوفر فيها كل الحريات وتتساوى الحقوق والواجبات لكل المواطنين، لا إقصاء لا طائفية لا صراعات، والقانون فوق الجميع. من واجب كل مواطن أن يحافظ على مكتسبات الأجداد والآباء الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن ننعم بالحرية والسلام والعدالة، وهو حق مكفول لكل مواطن. نريد أن يشعر كل فرد من أفراد الشعب بأنه له وطن يحميه ويلجأ إلى حضنه الدافئ عند الملمات، وطبيعي بالمقابل أن يدافع عنه بالنفس والمال ويضحي بنفسه من أجله لتظل رايته عالية وخفاقة بين الأمم. نريد إريتريا الجديدة تنمو باقتصادها وخيراتها الوفيرة لتكون الرقم الكبير الصعب تجاوزه في القارة السمراء. نريد أن يكون الشعار الجامع للكل للمرحلة الجديدة إريتريا أولا. نريد أن تكون دولتنا الفتية الحديثة متوازنة في علاقاتها مع كل دول الجوار، وشعارها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير إلا بالإصلاح لما فيه مصلحة كل الأطراف مع الاحتفاظ بالخصوصية لقراراتنا السيادية. نريد أن تكون إريتريا سنغافورة إفريقيا، وهي جديرة بذلك بما تمتلكه من كل المقومات الأساسية لذلك، وأهمها الموقع الاستراتيجي ومواردها الأخرى، وفوق هذا وذاك قوة إنسانها ومميزاته المتفردة في كل المجالات والدروب. ختاما نتمنى الأمن والأمان والاستقرار والتنمية لبلدنا ويجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا خيارنا ويبعد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. الله الله جل الله 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 جل الله الله يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم الله يا ذا النوال وذا الإحسان والنعم الله الله جل الله الله. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون مقالا كتب تحت عنوان المسرحية المرجات بقلم الأستاذ أحمد شريف.
في الأيام الفائتة شهدت وسائل التواصل الحديثة تغازف الكتاب على قلتهم وتهامس الأماني على كثرتها. خبر إخراج المسرحية السنوية التي يكتب فصولها ويخرجها ويروج لها محترفو فن العبث السياسي لمجموعة الهجدف، دوما يخرجها المخرج المحترف تحت عنوان موت في مهب وطن، حيث الحبكة مرتبطة بالحياة ونقيضها، بل ذهب البعض إلى تحليل أبعاد المسرحية المزجاة هذه، سواء في مظهر البطل وأيضا الحواشي التي لامسته، حيث لمس يعني ملاقاة جسم لآخر، وكذلك الأشياء التي أحاطت بالبطل، مضافا إليها الهراءات الكلامية التي لم يجدي أدائها هذه المرة البطل إلى آخر التكهنات والأضغاث. المسرحية الممجوجة تأتي دوما في وقت يصطف فيه الحالمون احتفاء أو إخفاء لمناسبة يتخاصم فيها الفرقاء. في هكذا مناسبة يرفع فيه المتشاكسون سقف توقعاتهم بشأن صحة بطل المسرحية الوحيد في كل مشاهدها مع العجب. وما يدعو للاستغراب أكثر هو أن البطل لا يموت كما في الأفلام الهندية. المتشاكسون حول بطل الفيلم فريقان، الأول يتمنى موت البطل بأي شكل من النهائيات وهم الأكثرية، لكن البطل أبدا ما يخذل هؤلاء، ليس لقوته الخارقة لكن لسطحية المتفرجين للمسرحية من جهة، وارتفاع سقف توقعاتهم غير المواتية لأحلامهم من جهة أخرى. أيضا سلبية الذين خارج المسرح المتابعين لمخرجاتها بترقب حذر. الثاني مستعد جدا للتبرع بخزناته فقط ليعيش البطل، ورغم أنهم الأقلية المدافعة عنه دوما هم المنتصرون، فقط لأنهم أجادوا مقولة أنت الشعب والشعب أنت، كما في مسرحية الزعيم. لذا تنتصر الأقلية في المسرحية الملهاة كل عام. أحيانا يضطر المخرج لعرض ذات المسرحية وبدون أي إخراج جديد على الأقل مرتين في العام وفق ما يراه البطل، لا المؤلف ولا المخرج ولا الكاتب. فالهدف دوما هو توسيع دوائر الضد والمع لمزيد من التنافر والتخاصم والتلاطم، ليس بالكلام فحسب لكن بالمنشغلات الوطنية، وهي الطامة الكبرى للمسرحية الصفرية. الخطورة الكبرى إن البطل لا ينفذ سيناريو رسمه كاتب أو مخرج أو مؤلف خط خرطبلاته على ورق، لكنه يستخدم بعدوانية شيطانية مستمرئة أرحق فيها أرواحا وسكب فيها دماء وزور فيها تاريخ أمة اختارت النضال سبيلا والاستشهاد مطلبا نبيلا. ليس هذا فحسب، بل البطل سرق مستقبل أمة بحالها ووضعها على طاولة المسرح الوطن يدوسها بين عليه، يتمثل كل الأدوار لوحده، والجمهور المصفق والضد كلهم في محطة الانتظار دون فواصل. وأيا كان الأمر فإن الحقيقة التي لا جدال حولها إن البطل سيسري عليه الأجل لا محالة، ليس كما يشتهي الجمهور المتشاكس في البضاعة المزجاة، لكن لأن لكل أجل كتاب وإن لكل بداية نهاية. فالبطل في نهاية المشهد ليس ملاكا أو ربا صمدا حتى لو رآه العابدون كذلك زمنا طويلا، يعني إن نهاية المشهد سيكون واحدة من حالتين. الحالة الأولى أن يلقى البطل حتف أنفه مرضا تحديدا، مثل الأخيرة التي قاربت أن تقضي عليه حقيقة لا تمثيلا، حيث فاجأته الوعكة
وهو في مقر إقامته التي يعرفها هو لا غير، فتم إسعافه في الغرفة المخصصة للحالات الحرجة في مصوى تحديدا. بعد ذلك تم نقله إلى مربضه الذي هجره من قبل، عدي هالو، وهو المكان الذي ألقى منه البطل كلمته الأخيرة حتى اللحظة. وفي أقل من ساعة تنادى من تنادى لعقد اجتماع طارئ للفرقاء من حاشيته، وتلاقى الخصوم في غرفة البطل، ودار حديث لا داعي لذكر تفاصيله الآن. وإذ هم كذلك أقسموا باسم بطلهم لا الوطن أن يكونوا أوفياء مخلصين له وتنفيذ وصية البطل إذا ما رحل، ولم يقفوا للبطل جفن إلا بعد أن تصافح الأنداد الألداء في حظيرة البطل بالأمس القريب الثلاثاء 21 من أبريل 2020. رشح لمصادر مطلعة إن البطل استقبل بعثة أممية زارت أسمرة في غياب تام لكاميرات التصوير وفقا لتعليمات البطل. والحالة الثانية هو أن يلقى البطل مصير ما يلاقيه كل الطغاة والظلمة في الأرض، إما بانقلاب على سلطانه عسكريا ويصبح البطل أسيرا بين فكين، فوحة الانقلاب وشأنان الشعب، لترمى على وجهه كتبه السود وينال جزاء ما اقترفته يداه المدنسة بالجرائم والأوزار عقابا وجزاء عادلا، أو أن يتم إنهاء المشهد دون حاجة إلى وقت لمحاكمة بلا مرافعات. لكن كل حالة من الحالتين لها انعكاساتها على المشهد العام. في الحالة الأولى سيتم ترتيب الأمور ترتيبا محكما، ويتنازل الخصوم والمشاكسون الشرذمة القليلون عن تطلعاتهم الشخصية، ويتركوا نزاعاتهم وخلافاتهم البينية جانبا ليتشبثوا بآخر وصايا البطل التي أتوقعها في هكذا كلمات: حافظوا على مكتسباتكم التي بنيتها لكم، أمامكم أعداء كثر لن تستطيعوا هزيمتهم إلا بوحدتكم إلى آخره، أو شيئا من هذا المثيل. ولأن البطل قد شكم عودهم وعبدهم على مرضاته سيعضون على وصاياه بالنواجذ لسنوات وسنوات حتى تطول أو قد تقصر دون بروز أدنى خلاف على السطح بين الفرقاء. وهذه حالة لا تعني أبدا نهاية موت سياسة البطل برحيله، بل سيكون هدف إحيائها أولا، ومن ثم المحافظة على لحمتها أشد محاقا ووقعا على الوطن والشعب، بمعنى أن الناس سيقاسون الأمرين، لأن البطل الذي كان وحيدا قد فرق أبطالا، وإذا ما كثر الأبطال والآلهة في معبد واحد فإن المعبد الأكبر لا محالة منهار على عباده ومريديه. في الحالة الثانية لن تكون هناك فرصة لإعادة ترتيب الأمور حتى تبحر سفينة الهدف المعطوبة إلى بر الأمان، بل ترجل ربان السفينة الوحيد البطل، ولن يكون أبدا أمام الخصوم والفرقاء إلا التهافت في زمن التهافت، وستبرز تطلعات الأفراد نحو السلطة بشراهة في عراك محموم، في من سيكون أحق بالجزء الأكبر من الكعكة بعد رحيل البطل. وهنا ستنفجر كل القنابل الموقوتة التي طمرت في باطن المسرح، وقد يأتي من وسط أمواج البحر المتلاطمة المخلص المرتقب القادم من رحم المعاناة والأنين والويلات. فأي النهايتين التي يملك فيها القدير وحده يدا ومحركا أحسن مطية وأفضل نهاية لمصلحة الشعب والوطن،
برأيي إن الأولى لا تعني إلا الطامة الكبرى لآمال وأحلام الشعب والوطن، وقد تعد على الأسف ب30 أخرى أسوأ وأشد تنكيلا. أما الثانية فهي الأقرب إلى طموحات وآمال وأمان الشعب والوطن، لكن السؤال المهم أيهما أقرب إلى الحدوث؟ رغم أن الأمر كله بيد مالك الملك الجبار القهار، فإن المعطيات الماثلة تشير إلى أن السيناريو المحتمل هو أن يلقى البطل حتف أنفه، يعني يفارق الحياة مريضا، لأن كل الفرص المواتية لإنهاء حياة البطل أهدرت ونفدت، علما إنها كانت نصف الفترة الزمنية التي تصدر فيها إسياس دور البطل في مسرحية عنوانها موت في مهب وطن، مع الأسف الشديد. الله الله جل الله 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 جل الله الله يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم، يا ذا النوال وذا الإحسان والنعم. الله جل الله 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 جل الله 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 جل الله الله يا ذا الجلال ويا ذا الجود والكرم، يا ذا النوال وذا الإحسان والنعم. الله جل الله الله يا ذا النوال وذا الإحسان والنعم. الله جل الله الله. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.